الجبوري وصف ما حصل في كركوك أكبر خيانة في التاريخ، والسيد راكان الجبوري صرح قال ما حدث في فندق الرشيد أكبر خيانة في التاريخ. يعني من يوصف مهيمن الحمداني ومحمد تميم ما قال هي ما حدث هو أكبر خيانة في التاريخ. هاي اللي قال. ليش أكبر خيانة؟ ما أعرف هو يعني ما أجى رئيس مجلس لو شنو؟ والله أكبر خيانة بالتاريخ إنه هذا الرجل ما أنصف خلال فترة الحكم اللي هي 7 سنوات. طيب. وإحنا اليوم ندفع ثمن لهذا التصرف حيشاك السيء. جاوب على راكان، يعني جواب يكون قاسي. طيب من الخائن اللي كان نائب محافظ بعهد نجم الدين؟ وشنو ليش ما استقال عندما هدمت القرى العربية؟ ليش قبل على نفسه يكون نائب محافظ من أجل منصب؟ من اللي يدور منصب؟ أنا لو هو. لا تستفزني يا أبو فيصل. محمد تميم يمثل أجبور. طيب. وشيخ مهيمن يمثل أبو حمدان. طيب. ووصف العاصي يمثل العبيد. تمام. ونمثل كل العرب الموجودين، ولا يعتقدون العرب في يوم من الأيام نتنازل عن حقوقهم.